علاقات جنسية وفضائح بالجملة تطال الجيش الإسرائيلي، قضية فساد بالدرجة الأولى ودعوات قضائية للتحقيق في القضية. ووزير الداخلية الإسرائيلي يستنكر. حارسات سجن إسرائيلي يقمن علاقات جنسية مع معتقل فلسطيني، فما القصة يا ترى؟ فضائح كبرى وعلاقات حميمة تعصف بالحكومة الإسرائيلية، فما الأمر؟ وكعادة الجيش الإسرائيلي يزج بفتياته في كافة المواقع الأمنية، وكما يقول البعض إن المرأة في الجيش الإسرائيلي مثلها مثل الرجل في كافة علاقاتها ومهامها الموكلة إليها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يتحول إلى كارثة كما حدث حاليا، وبات موضع انتقادات كبيرة للداخلية الإسرائيلية، تابعونا لتتعرفوا على المزيد في قضية ليست بجديدة على المجتمع الإسرائيلي، حيث نشرت وسائل إعلام عبرية تفيد بأنه يجري الآن التحقيق مع 4 حارسات بأحد سجون إسرائيل، وهو سجن رامون بالنقب جنوب فلسطين. وترجع تفاصيلها إلى قبل نحو أشهر، كما بيّنت بذلك وسائل الإعلام العبرية، حيث كن الحارسات ال4 يعملن بحراسة السجناء في سجن رامون مشدد الحراسة، حيث تطور الأمر بينهن وبين أحد المعتقلين الأمنيين من الفلسطينيين، والذي تم توجيه له تهم الاعتداء على مستوطنين إسرائيليين ويقضي عقوبة بالسجن طيلة حياته. وتطور الأمر بينهن إلى أن أقمن علاقات محرمة وحميمة مع المعتقل الفلسطيني ليست الأولى، بل تكرر الأمر كثيرا بينهم، حيث تذكر إحداهن أنها ضاجعته عدة مرات. وحينما انكشف أمرهن بدأت السلطات الإسرائيلية في التقصي في الأمر، حيث بدأوا في البحث عن وسيلة التواصل بينه وبينهن، ليعثروا على هاتف ذكي لديه يستخدمه في التواصل معهن وإرسال واستقبال الصور بينهن. ليضيف ذلك كارثة جديدة، كيف دخل هذا الهاتف إلى السجن مشدد الحراسة إلا عن طريق الحارسات اللائي يتناوبن على حراسته وغيره من السجناء الأمنيين الآخرين، ليفتح الأمر الباب على مصراعيه أمام كثير من التساؤلات، والتي كان أبرزها: هل تمكن من تصوير بعض الأوضاع التي قد تضر بأمن إسرائيل؟ فقد يكون التقط صورا لبعض الأوضاع التي قد تسهم في تأليب لجان حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء حول العالم بتواصله مع تلك المنظمات الدولية. وعليه قررت إدارة السجن نقل السجين إلى سجن انفرادي والتعامل معه وفق قواعد خاصة، وبدأت التحقيقات في القضية من قبل المحكمة الإسرائيلية. ومن جانبه قال وزير الأمن الداخلي لإسرائيل إتمار بن غفير أنه سيجري التعامل مع هذه القضية وفق القوانين، إلا أنه استنكر مرارا وتكرارا الكثير من هذه الأعمال المنافية للآداب. وأكد بن غفير أنه طالب الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا بعدم السماح بخدمة المجندات في مواضع التعامل مع السجناء والخطرين على الأمن العام، ولكن طلبه قوبل بالرفض التام. تصريحات بن غفير تفتح الباب على مصراعيه أمام شهادة شهود عيان على وقوع مثل تلك الأحداث المنافية للآداب على الحدود، حيث تبعد تلك النقاط التأمينية عن المراقبة، وهو ما أدى إلى وقوع حوادث قرب الحدود وبخاصة المصرية، على نحو ما حدث قبل أشهر من المجند المصري محمد صلاح، حيث أكد بعض الجنود من حرس الحدود المصرية أنهم يرون مثل هذه الأعمال المنافية للآداب بالقرب من الحدود المصرية من الجنود والمجندات الإسرائيليات، وهو ما كان سببا في إطلاق المصري صلاح لأعيرته النارية عليهم وفق شهادة بعض زملائه. هذا ويتوقع بأن تسعى الحكومة الإسرائيلية لتخفيف حدة الانتقادات بقرار عاجل يقضي بإنهاء عمل الحارسات في سجون الرجال، وكذلك الحال بالنسبة لسجون السيدات، وذلك منعا للاختلاط حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث ثانية.